الفنانة رانيا يوسف في لقاء صحفي مع الإعلامية بسمة وهب، وللأسف قالت تصريح غريب جدا عمل ضجة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لأن التصريح اللي قالته والكلام اللي قالته ما يصحش يطلع من إنسان عاقل. وقالت نصا إنها بتحب ربنا بس مش بتخاف منه، والتصريح ده طبعا غريب جدا وعجيب، بس ما تستغربش لأنه طالع من الفنانة رانيا يوسف، الفنانة اللي دائما مثيرة الجدل على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن الشهرة والمال، وحط ما بين قوسين الترند. الفنانة اللي طلعت بفستان عاري تماما وبين مفاتن جسمها كله، مفيش حد في مصر والوطن العربي ما شافوش. واما بدأت الناس بالهجوم عليها قالت اللي هي نست البطانة، وبعد شهر ولا شهرين طلعت بنتها بنفس الفستان اللي هي ادعت اللي هي نست البطانة. وطبعا ده كان دليل قاطع اللي هي متعمدة اللي هي تطلع بالفستان دوت ومفيش بطانة، وزي الحكاية اللي هي اخترعتها. وقبل منها طبعا كانت عاملة ضجة كبيرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اما طلعت مع المذيع العراقي وقالت اللي هي بتتباهى بجسمها، وتحديدا اللي